مملكة نوميديا هي مملكة أمازيغية قديمة نشأت حوالي سنة 200 قبل ميلاد في الجزائر وامتدت إلى أجزاء من ليبيا وتونس. تأسست بعد توحيد مملكتي مسيليا في الشرق مازيسليا في الغرب على يد الملك مسينيسا. تأسيس المملكة في ظل الصراع بين روما وقرطاج، دعم مسينيسا روما، بينما كان الملك سيفاكس حليفا لقرطاج. انتصر مسينيسا في معركة سيرتا عام 203 قبل ميلاد ووحد المملكتين بدعم من روما. توسعت نوميديا وأصبحت قوة إقليمية. مسينيسا عرف بشعار إفريقية للأفارقة، وسعى لتحرير نوميديا من النفوذ الأجنبي. بعد وفاته تدخلت روما ووزعت الحكم بين أبنائه، مما أشعل الصراعات بينهم. عهد يوغرط. حكم يوغرطة بعد تخلصه من شركائه في الحكم عارض النفوذ الروماني، فخاض عدة معارك ضدهم مستخدما حرب العصابات. رغم بعض الانتصارات، انتهى به الأمر أسيرا بعد خيانة حليفه بوكوس ملك موريتانيا وسلم للرومان حيث أعدم في روما. نهاية الاستقلال. بعد يوغرطة أصبحت نوميديا تحت النفوذ الروماني. حاول الملك يوبا الأول استعادة الاستقلال بدعم بومبيوس في صراعه مع يوليوس قيصر، لكنه خسر وانتحر بعد رفض شعبه دعمه. ما بعد السقوط تحولت نوميديا إلى مقاطعة رومانية، واستمر تأثيرها لفترة قصيرة خلال حكم يوبا الثاني الذي تربى في روما. لاحقا اندمجت أراضي نوميديا بالكامل ضمن الإمبراطورية الرومانية. نوميديا كانت شاهدة على صراع طويل بين التحرر والهيمنة الأجنبية، وتركت إرثا حضاريا يعكس عظمة ملوكها.